مرحبا، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. طبقنا اليوم هو الدجاج مشوي. أكو خلطات هواية. فأني راح اليوم أستعمل الخلطة اللي الحامضة للناس اللي تحب الحامض. عندي دجاجة، عندي بوتيتا وجزر، عندي ليمون وطماطة وخيار ولبن، ملح فلفل وكمون وليمون دوزي أو ملح الليمون. عندي شطة للي يحب يستعمل الشطة وكاتشب. راح نحط ملح حسب التذوق، طبعا كل واحد حسب ما يحب ايش قد يحب يحط ملح. ملح وفلفل أسود وكمون، مثل ما قلنا كمون وليمون دوزي. نخليه ليمون دوزي. هي أكلة حامضة، فاللي يحب يحط ليمون دوزي يحط ليمون دوزي، اللي ما يحب ليمون دوزي يستعين بالليمون. فأنا ححط اليوم ليمون دوزي، وراح أزين الطبق بالليمون بعدين. وهناك كاتشب أحط على مود ينطي بهارات الكاتشب شوية ولون. نخلط الخلطة ونشوف لون اللون مناسب أو تحتاج بعد كاتشب. نخلطها زين. أنا أحب أستعمل الدجاج الفريش، ما أحب الدجاج المجمد طبعا، لأن الدجاج المجمد أحسه يتفتفت بعدين ورا الطبخ ويصير ناشف، مو مثل الدجاج الفريش. راح نستعمل ثوم، فصين ثوم نهرسهن أو نبرشهن حسب ما أنت تحبين، أو تثرميهن، بس الأفضل البرش طبعا. هذا يعني مثل ما هسه هيك كده نشوف نهرسها يعني حتى تنمزج زين ويا الخلطة. أتوقع تحتاج بعد شوية كاتشب، يمكن اللون محتاج بعد شوية حمار، تنطي حمار حلو للدجاجة. فراح أحط شوية بعد كاتشب وتنطيها طبعا يصير حلوة حامضة، يعني بين مزيج بين الحلو والحامض، لأن الكاتشب هو أصلا حلو، وإحنا حطينا لمندوزي فحصير حلو حامض. بس كلش يعني وصفة طيبة وجديدة. نخلطه زين. اللون أتوقع اللون هسه زين، دا تشوفون مثل تشوفون أحمر اللون. راح أحط شوية شطة، ما أحط هواية، أحط شوية، هي مو كلش حارة هاي اللي عندي. بس راح أحط هيك اسم يعني تعطي نكهة، بس مثل ما شو أنا حطيت شوية، كلش شوية. أخلطه، وهسه أبدي أوزع الخلطة على الدجاج وعلى عفوا على البوتيتا والجزر، أحط عليها وبعدين أخلطها سوا. نحط شوي شوي منها، يعني نوزع عليها، ونبقي طبعا نبقي لازم باقي الدجاجة كيف الدجاجة. يعني هاي أني الخلطة على العين. حطيت اللبن، يعني ما حطيت، يمكن تقريبا 4 خواشيق لبن، مو هواية يعني. نخلطها زين حتى الكل تاخذ، وإذا شفنا بعد تحتاج نخلي لفة خاشوقة خاشوقتين بعد. يمكن لا والله، يمكن 5 خواشيق، يعني حسب ما أنت تقدرين بعينك، أنت حسب الكمية اللي عندك. اللبن. اللبن طبعا ينطي، يخلي الدجاج يصير طري وطيب، نكهته طيبة ويا الدجاج. نحط البصل حتى نزين يعني الطبق. نحط البصل ونحط طماطة. اكو ناس تحب تحط ليمون، واكو ناس ما تحب تحط الليمون ويا الدجاج، مرات ينطي شوية مرورة. فاللي يحب نكهة الليمون، المرارة مال الليمون يحط، اللي ما يحب الأفضل ما يحطه إذا ما متعلم على طعم الليمون بالشوي. مرات يصير شوية، يعني هو طيب بس ينطي مرارة خفيفة. تصير هيك مزيج حلو بين الحامض والمر والحلو، يعني مزيج جديد. ندهن الدجاجة زين. طبعا أنا هنا متشككتها للدجاجة، لازم تشككيها للدجاجة حتى تمتص
حتى تمتص الخليط اللي عندي. ندهنها كلش زين من فوق ومن من الجوانب كلش ندهنها حتى كليتها، حتى الخلطة تصير عليها كليتها. مثل ما تشوفون اني دا ادهنها يعني على قد ما اقدر، وقلبتها حتى هذا الوجه الفوق الصدر يصير لي فوق. ونخليها طبعا نخليها كلش، نخلي خلطة داخل الدجاجة هم، ونحاول نستعمل الخلطة الباقية كليتها. يعني ماكو داعي ابقي شوية من عندها، احطه كليته احطه على الدجاج، واذا شفت بعد عندي احطه على الخلطة اللي بالبايركس، على البوتيتو والجزر. أنا أحب أستعمل الفطر وياها والبروكلي، بس للأسف ما كان عندي فطر وبروكلي، فاكتفيت بالبوتيتو والجزر والطماطة. طبعا الطماطة طيبة بالشوي. هنا راح أحط ليمون. مثل ما قلت الأفضل اللي ما يحب طعم الليمون، مرارة الليمون بالشوي لا يحط. احنا نحب يعني هاي الليمون، طعم الليمون بالشوي. نخليها على حرارة 200 بالفرن، طبعا الرف الأخير. ومثل ما تشوفون لونها حلو ومقرمشة ومستوية، وحتى حتى الجلد مالتها يعني مقسب طيب، والبوتيتا مايعة دايبة، ويبقى بيها شوية ماي. نسوي على صفحة يمها تمن، وكلش لذيذة. هاي الأكلة ويا التمن، أنا أسوي تمن أحمر وياها. تمن أبيض هم طيب، بس التمن الأحمر ويا الدجاج أنا أشوفه أطيب. أتمنى يكون عجبكم طبق اليوم، وأتمنى تتابعوني ولايك وشير، وباي باي.